اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه ماريانو. النهارده هنعمل حاجه مختلفه شويه، بدل ما نعمل مقارنات في الاستوديو قررنا ان احنا نعملها لايف، عشان في حاجات ما بتتاكلش الا في المحل ذات نفسه، زي البيتزات، المكرونات، الكلام ده كله، لان طبعا مع بال ما توصل البيت او مع الدليفري بتكون الجبنه تقيله كده. فاحنا النهارده معانا 3 مطاعم هنجرب النهارده حاجه مختلفه، هي المكرونات. ما جربناش قبل كده في القناه، فقلنا ايه نجربها النهارده. فاحنا معانا اول حاجه بوستويسي فوكتشاريا. لو برضو فاكرين فوكتشاريا احنا اتكلمنا عليها الحلقه اللي فاتت، ورا البيتزات هم برضو بيعملوا مكرونات، بس اظن المكرونات هتبقى احسن. يعني 3 محلات يعتبروا قريبين من بعض، فقلنا ايه نعدي على ال3 مع بعض ونشوف برضو المكان شكله عامل ازاي، والاكل هو بيتقدم طبعا هيبقى احسن حاجه المفروض، يعني لان هو في المحل. ويلا بينا نبدا. واول مطعم معانا هو بوتاستا. احنا قلنا هنجرب يعني في ال3 مطاعم هنجرب الحاجه العاديه اللي بتبقى موجوده في كل الحاجات، اللي هي النجريسكو او الالفريدو. اظن الاثنين نفس الكونسيبت، فمش هيكون التيست مختلف. يعني احنا هنجرب الالفريدو او النجريسكو، هتكون بيجد في ال3 مطاعم، وهنجرب الحاجه السيجنتشر الخاصه بالمطعم عشان برضو نشوف ايه الحاجه المميزه اللي في المطعم بيقدمها. فاحنا رحنا قلنا له عايزين اكتر حاجه مثلا بتطلب عندك او السيجنتشر عندك، على اساس اللي احنا نجربها وكده. فلحد ما يجهز الاكل ونستنى بقى لحد ما يجهز الاكل. يوم كده كنا نازلين الاكل، اكتشفت ان حاجه غريبه، يعني ان هم بيدوا الشوك متغلفه في كيسه. دي تعتبر حركه كويسه جدا يعني بالنسبه للمحل. كده نازلين الاكل وما تاخرش خالص، تقريبا قعد بتاع 10 دقائق ولا حاجه زي كده. الحاجه اللي مستغربها يعني اللي هي ما طولتش كده. خلينا نجرب اول حاجه وهي الالفريدو. هو ما كانش عنده نجريسكو، فقلت ايه نفس الكونسيبت اللي هي بتبقى مكرونه وعليها جبنه ومشروم وفراخ، ونفس المكرونه البن. هو كان في بن او شرايط، بس احنا قلنا ايه نجربها البنيه عشان ايه ما تختلفش من مكان لمكان، اذا كان لو عنده نجريسكو او الفريدو. ودوت كده بيكون شكلها، يعني هي متغرقه جبنه ومحطوطه في الفرن وحجمها كبير جدا. اظن انها هتكون تجربه كويسه. خلينا نجرب. يعني هو انا لسه ايه ما لقيتش الفراخ، بس بقيت مشروم وبتاع. عامة هي ريحتها حلوه جدا، تقريبا حاطين عليها مرقه اديالها نكهه الفراخ شويه. اظن نفس البيزك، يعني نفس المكرونه نجريسكو بس على صيصه شويه. بسم الله. هو انا عامه ما وصلتش الفراخ، بس عايزين ايه نجرب الفراخ مع المكرونه. كده لقينا الفراخ يعني نجربها بقى مع المكرونه. لا نايس قوي، يعني طعم الصوص بتاع الوايت صوص حلو. هو ممكن صايص شويه بس طعمه حلو قوي. الفراخ مستويه والتتبيله بتاعتها كويسه. حته الجبنه اللي من فوق ديت البيكد. هو عامه الطبق دوت كان عامل له، بصوا انا مش فاكر كان عامل له كام، فانا هحطها لكم هنا. ما بتيجي تزود عليه بيكد او تخليها مثلا في الفرن بتزود عليه 30 جنيه. يلا بينا نخش على اللي بعدها، واللي هي السيجنتشر بتاعتهم. وديت كده الرانش تشيزي او تشيزي رانشي. طبعا من شكلها احنا فاهمين طبعا هم مسمينها كده ليه. هو بيبقى نصها تشيز ونصها رانش، وبتبقى الفراخ ممكن تطلبها سبايسي او ريجولار. الطبق دوت برده هوريكم سعره هنا عشان مش فاكر كان سعر كام. تبقى مكرونه بنه محطوط عليها فراخ كريسبي، تقريبا في مشروم، وبيحط لك عليها صوص رانش وصوص شيدر. خلينا بقى ايه نجرب الشيدر لوحدها والرانش لوحدها. بصوا الشيدر تحسها خفيفه شويه، فمش باينه من طعم الفراخ. طعم الفراخ احلى فيها. خلينا نجرب الرانش بينا. بسم الله. الرانش الصراحه احسن من الشيدر، لان هو في طعم الرانش طعمه لاذع شويه كده، زائد الفراخ الكريسبي السبايسي اديتها طعم اكتر. بالنسبه للكميه طبعا الاسعار دلوقتي مش هنتكلم عليها لان الاسعار كلها دلوقتي بقت غاليه، بس اظن الطبق كبير ومحترم. كميه الفراخ كويسه وطعم الحاجات كويس كده. ممكن ندي النجريسكو 4 من 5 وتشيزي رانشي 4 من 5 برضه. وطبعا انتوا عارفين 5 من 5 بتتحدد في اخر الحلقه. ويلا بينا نخش على المطعم اللي بعده، وهو كده نكون جربنا بوتاستا وتمام كده. احنا هنروح عامه المطعم اللي بعده هيكون في اخر الشارع، وهو فوكتشاريا اللي احنا جربناه في البيتزات. عايزين بقى نجربه في المكرونات. سمعت ان مكروناته احلى من بيتزاته، هو بيتزاته تقريبا اتغيرت لان هو ما بقتش شبه الشكل الايطالي زي ما احنا ما شفنا في الحلقه ديت. ممكن تروحوا تشوفوها يعني باي ذا واي. فاحنا هنجرب المكرونه بتاعته، فهو عامه على اخر الشارع، فيلا بينا نروح. وعامه عايزين نقول بس ان هو بوتاستا كان الاستاف بتاعه سريع جدا بدرجه غريبه، اكنهم مثلا مجهزين الاوردر قبليها. وبرده سرعه الاستجابه اللي هو
هو عايز ديت تيك اواي، فهو راح لف لي تيك اواي ورجع على طول، اللي هو حاجه غريبه جدا يعني. ويلا بينا على المطعم اللي بعده، وهو كده ونكون وصلنا لتاني مطعم، الا وهو فوكاتشاريا. المطعم يعني هو السيمه بتاعته تديك مثلا ستايل امريكي شويه، لكن هو بيقدم حاجات ايطاليه. يعني لو بصيت المنيو هتلاقي فيه حاجات كتيره ايطاليه، يعني مثلا عندك في البيتزات مارينارا، وديت تقريبا مش فاكر جربناها مع بعض في الحلقه ولا لا. احنا جربنا البيستو والمشكل الجبن والمارجريتا والكلام ده كله. في المكرونات بقى عنده الحاجات الايطالي حرفيا، يعني مثلا عنده كاربونارا ولازانيا كالينولي رافيولي، عنده الحاجات ديت كلها. ما اظنش ان في اي مطعم مثلا يقدم الحاجات دي، ممكن يعني نكتشف حلقات تانية. وعامة هو المكان ليه قعدتين، قعدة فوق وقعدة تحت. احنا قلنا نقعد فوق عشان ما يكونش فيه اي دوشة ويكون برضو ايه نصور براحتنا. فاحنا عامة طلبنا الاكل، احنا طلبنا نجريسكو لان هو عنده الالفريدو مش بيكد، فقلنا عشان برضو ايه تكون الحاجة هي قلنا نجيب نجريسكو بيك، ونجيب حاجة تكون مختلفة، تكون السيجنتشر بتاعت المكان، وهي الكربونارا. هو قال لي هو في حاجات كتيرة سيجنتشر المكان، بس دوت اللي رشحه لي نجربه ونشوف مع بعض. تمام، احنا كده طلبنا الاوردر ونستنى لحد ما يجي ويلا بينا. وبكده كنا نزلنا الاكل. احنا طلبنا جيت، كان اسمها ايه؟ احنا عامه طلبنا نجريسكو بيكد، تبقى نفس المقارنه عادله ما بين الثلاثه. هي عامه شكلها مختلف تماما عن ثانيه خالص، يعني ديت شكلها مختلف، مش عاديه مش تقليديه شبه اللي احنا شفناها في الثانيه. مش عارف ايه الصوص الاصفر اللي عليها من فوق دوت، بس هنجرب وندوق. ونزل لنا الكربونارا. الكربونارا ديت بتكون عباره عن مكرونه وبيف بيكن، وبتبقى نازله عليها بيضه من فوق. هو قال لي اللي هي يعني مهاره الشيف ان هو هينزلها لك مش باين فيها اي زفاره، فاحنا هنشوف يعني الموضوع ده. تمام، ويلا بينا نبدا على النجريسكو. شكلها غريب اصلا مختلف. تمام، خلينا ندوق. بسم الله. هو هنا في مشكله واحده، ان انا يعني هنا الطبق مش اغوط حاجه. اللي كان في بوتاستا الطبق كان مليان لاخره، وكان الطبق غويط جدا. دوت هنا يا دوب جاي باخد 3 مكرونات دول، لقيت قعر الطبق. يعني مش عارف، ممكن تكون تنقصوا في السكور سيك. هنا بقى الصوص كويس قوي، يعني بصوا زي ما انتم شايفين كده هي بتنقط. فخلينا بقى ايه نشوف الطعم. بسم الله. احنا عايزين حته فيها فراخ. تمام، فرخه والمكرونه والجبنه اللي فوق. يلا بينا. بسم الله. وفي صدق. طعمها غريب الى حد ما، يعني بص كده ممكن تدوق كده. هو الطعم غريب فيه سيكه، هي طعمها حلو قوي. او تقريبا اللي فوق ديت ميكس ما بين موتزاريلا وشيدر، ده على حسب التوقعات يعني. او طعم كمان، يعني هو تقريبا هو حطوا ميكس صدق وفراخ، الحاجات الغريبه ديت. خلينا ندوق طب الفرخه لوحدها نشوف هل طعمها صدق فعلا ولا لا. ممكن تشوحوا الاثنين مع بعض فاخدوا من طعم بعض، فمش عارف. بسم الله. الفراخ مدينا تتبيله مختلفه، مش شبه باقي المطاعم. يعني باقي المطاعم بيحط لك مثلا الفرخه وعليها مثلا شويه سبايس بتاع كده، ده هنا اصلا متبل الفرخه وقام حاططها في المكرونه. فديت حاجه جديده غريبه يعني. هو كتيست فالتيست محترم جدا. لمسه الشيدر مع الموتزاريلا مع المكرونه والفراخ اللي هي متبله، يعني كل حاجه فيها تيست. فديت برضو هتخش معانا في ال4 من 5، بس الكميه مش احسن حاجه يعني بالنسبه للسعر. وهناكل ديت ونخش على الكربونارا. يلا. تمام، ونجرب بقى الكربونارا زي ما قلت لكم. كربونارا هي بتكون مكونه زي ما انا قلت لكم، مكرونه سباجيتي عليها بيف بيكن، صور عليها حته بيضه تقريبا. ده شبت اللي فوق دوت ولا ايه مش عارف، بس يلا بينا ندوق. هو المفروض هي حاجه جديده ما شفتش قبل كده اي مطعم بيقدمها قبل كده، فاحنا عايزين نشوف حوار الزفاره دوت اللي هو قال لي عليه. انا مش عايز ده وراه، يعني هو مديني برزنتيشن كويسه ومديني تيست كويس في النجريسكو، فاظن ديت هتديني تيست كويس برضه. تمام، ناخد كده ويلا بينا ندوق. بسم الله. تقريبا مرشوش عليها برمجان، وطعم البرمجان ظاهر قوي، وطعم البيف بيكن ظاهر برضو جدا. حته البيضه الصراحه ما ضايقتنيش خالص، هي ما حسيتش بطعمها قوي يعني، بس هي ما ضايقتنيش. الصوص بتاعها حلو قوي. فهنا تقريبا هو بيدي تيست ما بيديش كميه، فدي حاجه كويسه يعني. يعني لو انت عايز تيست تعالى هنا،
ارشح لك المكان ده بشده، مش في البيتزات، في المكرونات. تمام، ويلا بينا نخش على المطعم اللي بعده. وبكده تكون جربنا في كوتشاريا. المكرونات عنده طعمها تحفه وطعمها جديد وفيها تيست كده، يعني اول مره ندوقه. لكن المشكله كانت في الكميه، يعني انت لو كشخص يعني اكلتك متوسطه فهي هتشبعك، لو شخص زيي فهي مش هتشبعك خالص. طبعا عشان احنا كنا رايحين من مطعم جايين من مطعم تاني، فاحنا اكلنا كتير فبدانا نملى، يعني بدانا خلاص فل. فتمام، هو خلاص فاضل لنا اخر مطعم معانا وهو باسطويسي. اتمنى ان هو يكون بنفس المستوى، يعني كده احنا وصلنا لاول واحد اللي هو كان كميه. طعم الصوصات برده كان عنده مختلف وطعمه حلو. احنا ما قلناش الكارينارا ولا كان اسمها ايه؟ كربونارا. ما قلناش الكربونارا كان تقييمها كام. هي برضو كتست جديد، حته البرمجان وحته البيضه وحته الصوص اللي كان عليه البيف بيكن والكلام ده كله كان مدي تيست رهيب. ديت برضو تاخد معانا 4 من 5. الحلقه النهارده كلها 4 من 5، مش عارف في ايه، ما هنقيم على اساس مين اللي هيكسب. بس هنشوف بعد باسطويسي مين اللي هيكسب من الثلاثه. ويلا بينا نروح على اللي بعده. وتمام اهوت بتسطق. ايه ده؟ طلع قفل يا جماعه. تمام يا جماعه وخلاص، يعني الفرع قفل. في فرع تاني الصراحه على البحر سيدي بشر، بس الصراحه يعني مش بعيد قوي ما بال ما نروح له كده. فبس دي تكون نهايه حلقتنا النهارده. كده هنكون جربنا مطعمين. ممكن مطعم بوجاستا يخش مع مطاعم تانية، بس ديت يعني تجربتنا النهارده. وبس احنا ما قلناش بقى مين احسن واحد فيهم. هو احنا ممكن نقول ان كأحسن واحد فيهم الاثنين قدموا لي كواليتي كويسه، يعني محدش قدم لي كواليتي حسيت اللي هي مثلا مش احسن حاجه. واحد قدم لي كميه كويسه مقابل تقريبا الاثنين يعتبروا السعر قريب من بعض. اول واحد اداني كواليتي وكميه، ثاني واحد اداني كواليتي ومش كميه قوي، بس الثاني اداني تيست اكتر اللي هو في كوتشاريا، اداني تيست اكتر وتجربه جديده. فاحنا ممكن يعني نقول ان دوت تعادل، مفيش حد كسبان على حد، لان ده عنده مزايا وده عنده مزايا. ده الاثنين تقريبا نفس السعر. بس لو انت حابب انك تروح تجرب حاجه جديده روح في كوتشاريا. لو انت حابب انك تاكل كميه او طعم كويس روح بوجاستا. وبس دي تكون حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس تحت. وسلام.